مشكله ان احنا مش عارفين او قادرين نوصل لفرص شغل ريموت حقيقيه وكويسه وتدفع مش عارف ايه كل التفاصيل التانيه، فانت محتاج تتاكد من اللوكيشن، لان اللوكيشن هو اهم حاجه في الموضوع كله. طيب ايه القانون او المعادله بتاعت اللوكيشن؟ اول حاجه بتبص عليها في الجوب ديسكريبشن او عشان تتاكد ان الفرصه دي ينفع انت تقدم فيها ولا لا، او بتطلب او بتقبل الناس من المكان اللي انت فيه، الدوله او المنطقه الجغرافيه عامه ولا لا. ما تبصش بس لكلمه ريموت، هي كلمه ريموت اول حاجه انت محتاج تبص عليها لو انت عايز تشتغل ريموت طبعا، صح؟ الا اذا كانت ريلوكيشن وانت عايز تسافر، فدي حاجه حلوه برضه يعني. بس مبدئيا كلمه ريموت، بس كلمه ريموت لوحدها مش كفايه. كلمه ريموت كل اللي عبرت عنه ان احنا عايزين حد في الوظيفه دي يشتغل من البيت عادي فقط. ممكن شركه تبقى في مصر، ممكن شركه تبقى في السعوديه بس عايزه حد في السعوديه، مش عايزه حد من مصر او بره الدوله. فاول حاجه اتاكد منها يعني بعد كلمه ريموت حاول تبص على اي تفاصيل تانية ليها علاقه باللوكيشن. ريموت فين؟ ريموت في امريكا، ريموت في السعوديه، ريموت في مصر. مكتوبه ريموت بس في الجوب ديسكريبشن تحت في الوصف الوظيفي في تفاصيل معينه بتعبر عن اللوكيشن، بتعبر عن التايم زون.